عارف انا فكرت في ايه؟ عشان الاكل يطلع حلو نعمل حملة ونسميها اطبخ من قلبك. لان انا شايف اليومين دول ناس كتير بتعمل اكل مش حلو، في عك كتير وفي افتكاسات كتيرة، ويا ريت الافتكاسات دي يعني ماتشنج مع بعضها. يعني الواحد بيفتكس ويحب الافتكاسات ويحب الابداعات والكلام ده كله، لكن خلي ابداعاتك كلها ماشية مع بعضها. تمام. في ستات بيوت كتير برضو ما بتعملش اكل حلو عشان هي ما تعودتش او ما بتحبش قصة ان هي تخش المطبخ وتعمل اكل وحاجات زي كده. فانتي من الاول احسن لك ما تتجوزيش، عشان جوزك وعيالك هيترازوا بيكي بصراحة. لان الاكل والطبخ لو ما طلعش من القلب عمر الاكل ما هيبقى حلو. انت ممكن تعمل طبق فول بقوطة وشوية فلفل حامي وبصل وطماطم وكلام زي كده، يطلع احسن من فرخة انت عاملها مش من قلبك. صح. ممكن تعمل حتة جبنة قديمة بالطماطم والطحينة وشوية خيار جنبها وشوية جرجير الجمال والعيش المحمص وحتة البطيخة الرايقة كده، دي معمولة بنفس. هتلاقي كل الدنيا بتشكر فيها وتقول لك الله ينور وتفتكرك بيها. ممكن تكون عامل طاجن لحمة ومكلفه وجايب لك كيلو لحمة ب 300 400 جنيه، بس مش معمول من قلبك، فبالتالي مش هيبقى حلو. هي فكرة ان انت نفسك حلو في الاكل او نفسك حلو في الاكل. هي الفكرة مش النفس اللي بيطلع من مناخيرك ولا من بقك ولا كده، لا، الاكل بيطلع من القلب. اه والله. عايزين نعمل حملة ونسميها اطبخوا من قلبكم. نهاركم ابيض.